أكتر وجع في الدنيا مش إنك تخسر حد، الوجع الحقيقي إنك تكتشف إنك عمرك ما كنت مكسب عنده. حكايتنا النهاردة حكاية مختلفة، صاحبتها مش هتكون معانا النهاردة في الاستوديو، لكن خلينا نسميها نادية. نادية ست مجتهدة وجميلة، وهي في الجامعة اتعرفت على شاب وحبوا بعض، وأول لما خلصوا جامعة جه واتقدم لها، لكن باباها ما كانش مستريح له. بس دي بنته الوحيدة، فقرر إنه ما يكسرش بخاطرها ويوافق ويجوزه لها. وفعلا اتجوزت، وجوازهم كان سعيد وما فيهوش أي حاجة خالص. وفي يوم رجعت نادية من شغلها عادي، لكن اليوم ده ما كانش عادي. لقت البيت مقلوب، دهبها اختفى، وتحويشة عمرها مش موجودة، ومفيش ولا حاجة في مكانها. والأغرب جوزها كمان كأنه فص ملح وداب، ساب لها بيت مكسور وقلب مكسور ومستقبل ضايع. هرب بعد ما سرقها وكسر كرامتها، بس اللي ما قدرش عليه إنه يكسرها هي ويخليها تستسلم. نادية وقفت، قررت إنها هتحكي وتتكلم وتحاول عشان تاخد حقها. بس نادية ما طلعتش لوحدها، طلع فيه قصص كتير زي نادية.